يقع مسجد كتشاوى في الجزائر العاصمة في حي القصبة السفلى. بني في عهد الداي مصطفى كوسة الثالث الذي حكم الجزائر سنة 1613، لكنه لم يكتمل. ثم في سنة 1792 ميلادي أكمل المسجد حسن باشا وأعاد ترميمه فصار واحدا من أجمل مساجد الدنيا. تقول الرواية المحلية أن تسمية مسجد كتشاوى هي نسبة إلى الأرض التي بني فيها المسجد، والتي كانت مكانا لبيع المعز، فسمي كتشاوة وتعني باللغة العثمانية سهل المعز. كان مخطط الجامع ذو شكل مربع تطوقه الأروقة من الجهات الأربع، وبيت الصلاة فيه صغير وأنيق. تقوم القبة الكبيرة في وسط بيت الصلاة على 4 دعائم ضخمة، أما قبته فكبيرة مثمنة يبلغ قطرها 12 مترا، وكانت دعائم القبة تحمل عقودا مستديرة. خلال الفترة الاستعمارية تم تحويله إلى اسطبل من طرف السلطات الفرنسية، ثم صدر القرار الذي يقضي بتحويله إلى كاتدرائية سنة 1908 على يد القائد المتعصب روفيغو. انتفض سكان العاصمة واعتصم ما يزيد عن 4000 جزائري داخل المسجد للدفاع عنه، فلم يتوانى السفاح روفيغو عن قتلهم والتنكيل بهم. لقد قال هذا المجرم عبارته الشهيرة: يلزمني أجمل مسجد في المدينة لنجعل منه معبد إله المسيحيين. عشية استقلال الجزائر أقيمت بمسجد كتشاوى أول صلاة جمعة للجزائر الحرة، حضرها الرئيس أحمد بن بلة، وكان خطيبها الشيخ البشير الإبراهيمي، فخطب خطبة خالدة. هنا قصة المكان. عاد إليه صوت الأذان، فخرست النواقيس والصلبان، ورفرف علم بنجمة وهلال في سماء الجزائر الحرة إلى الأبد، معلنا أن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.